السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة عالم بسيط وفاخر. مرحبا بكم من جديد، دائما ضمن سلسلة شيوة رمضان. أحضرت لكم في فيديو اليوم قروش على شكل سنابل، رائع مميز مقرمش وهش. والأهم أنه لا يحتوي على السكر ولا العسل، جيد جدا لأصحاب الحمية، رائع في رمضان. يمكنكم تقديمه أثناء شرب الشاي أو القهوة. رائع أيضا لمرضى السكري لأنه لا يحتوي على السكر ولا العسل. والآن قبل أن نبدأ بوصفة اليوم كالعادة فضلا وليس أمرا، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد. قناة عالم بسيط وفاخر. والآن بسم الله على بركة الله أنتقل إلى مكونات وصفة اليوم. بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. لدي هنا نصف كيلوغرام من الدقيق الأبيض، كيس من خميرة الحلويات، كيس من الفانيليا، ملعقة كبيرة من النشا، ملعقة صغيرة من السكر، وإن كنتم لا تريدون إضافة السكر يمكنكم الاستغناء عنه. نصف ملعقة صغيرة من الملح، كأس صغير من الحليب، وكأس صغير من الزبدة المذابة، وملعقتان كبيرتان سأستعمل ملعقتان كبيرتان من الخل. أول شيء سأقوم به هو أني سأضع الحليب فوق ذلك القليل من السكر والملح، وطبعا كأس من الزبدة المذابة، وسأقوم بخلط الكل. وبعدها سأقوم بإضافة الفانيليا والخميرة والملعقتان من الخل، وأقوم بخلط الكل. وبعدها سأضيف الملعقة من النشا، وطبعا سأجمع العجينة بالماء. سأضيف الدقيق، وإن كان الحليب غير كافي لجمع العجين سأقوم بإضافة القليل من الماء لأجمع العجينة. العجينة يجب أن تكون يابسة قليلا، لا يجب أن تكون خفيفة جدا. وعندما أجمع العجين سأضعه طبعا كالعادة في كيس بلاستيكي وأتركه ليرتاح، ومن ثم سأنتقل إلى المرحلة التالية. بعد أن ارتاح العجين نصف ساعة تقريبا أو ربع ساعة كما تحبون، الآن سأقوم بتوريقه بالنشا. ضروري جدا في هذه المرحلة أن نقوم بتوريق العجينة بالنشا، لأن النشا هو الذي يعطيه ذلك القوام الهش والمميز عندما تنضج العجينة في الزيت. سأقوم بتوريق العجين بالنشا وتمريره في آلة العجين، وبعدها لأحصل على عجين رقيق جدا. ومن ثم سأقوم بتقطيعه بالآلة الخاصة بتقطيع القروش والشبكية، كما نسميها نحن الجرارة. حصلت على عجين رقيق جدا، قمت بتقطيعه كما قلت في السابق
بالآلة لأحصل على مربع كبير. ومن ثم سأصنع منه 6 أشرطة، وبعدها سأضع كل 2 فوق 2 لأجمعها بهذا الشكل كما ترون في الشاشة. ومن ثم سأخرج الطرف الأول وأخرجه من وسط القطعة لأحصل على هذا الشكل، شكل السنبلة. وسأستمر هكذا حتى أكمل كل العجين. ومن ثم سأضع الزيت فوق النار ليسخن جيدا، ومن ثم سأضع العجين في الزيت ليتحمر. ها هو الآن الجريوش أصبح جاهزا بعد أن تحمر في الزيت الساخن بدون عسل، من الزيت إلى المصفاة، من المصفاة إلى الطبق، بدون سكر، بدون رشة من السكر الناعم ولا عسل ولا أي شيء. رائع جدا لأصحاب الحمية ولمرضى السكري. أحضرت هذه الوصفة لهم خصيصا، أتمنى أن تعجبهم وصفة اليوم. الجريوش على شكل سنبلات أو على شكل سنابل، رائع، هش، مقرمش، لذيذ، وبنكهة الفانيليا ومذاق الحليب، رائع جدا. يمكنكم تقديمه مع الشاي أو القهوة كما تحبون في مائدة الإفطار طبعا في رمضان. أقول لكم الآن إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، وفي وصفة قادمة إن شاء الله، ودائما ضمن سلسلة شيوة رمضان في قناة عالم بسيط وفاخر. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد. أقول لكم إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.